عليكم ورحمة الله. أخوكم حسام في الكرة مع حس تحياتي لكم. يلا يا جماعة كده شد حيلكم، يعني ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة. يعني احنا مستمرين في الحقيقة بدعمكم في المقام الأول. آه، معايا حلقة مهمة جدا جدا بعنوان مبروك توقيع عمر الساعي ووصول أشرف بن شرقي للقاهرة، خناقة شلبي مع مجدي، حمد لله على سلامة الونش، واخبار كثيرة اخرى. طيب يلا بينا على تفاصيل الحلقة. يلا بينا. في الحقيقة يا جماعة يعني امبارح محمود حمدي الونش العربية بتاعته اتخبطت، يعني الحمد لله رب العالمين ان هو سليم ما فيهوش اي حاجة، بنطمنكم. يعني اللي يجي في الحديد نقول له ربنا يعوضك، والحمد لله يعني اللي انت سليم معافى، وان شاء الله نشوفك تنور نادي الزمالك في مركزك تاني يا ونش، من اللعيبة المحترمة جدا جدا والمخلصة والاوفياء لنادي الزمالك. ان شاء الله نشوفه قريبا بينضم لقائمة نادي الزمالك. من ضمن اخبارنا كمان يا جماعه، يعني انا هخليلكوا بس تتابعوا معايا الحلقه، هخليلكوا اهم خبرين من عمر الساعي واشرف بن شرقي لاخر الحلقه. اتمنى من حضراتكم ان انتوا تتابعوا الحلقه من اولها لاخرها، يعني كمان دقايق بسيطه هخش معاكم في الخبر ده. اتجاه في نادي الزمالك للتعاقد مع 2 مدافعين، وهيبقى في امكانيه لاعاره مصطفى الزناري. وخلي بالكم ملف الاعارات ده يعني برضه هيتم الفصل فيه مرتبط بملف القادمين او بملف الصفقات الجديده. يعني نادي الزمالك مش هيقدر يفرط في اي لاعب خشيه ان هو لو فرط فيه بدري ما يقدرش يعوضه، صفقه ما خلصتش هنا، حصل تعثر هناك، فده مرتبط بده. لكن في نيه لاعاره مصطفى الزناري، اكيد في نيه. انا رايي الشخصي ان هو لو تتذكروا كان قبل ما يصاب ابتدى يعود لمستواه. يعني اول ما جه نادي الزمالك كان عنده مشاكل كتيره جدا، ما ظهرش بالاداء الطيب، لكن عنده فرصه ان هو الفتره اللي جايه يثبت نفسه في ال5 مباريات المتبقيه لنادي الزمالك، بحيث ان نادي الزمالك يستقر عليه، يشوف هيبيعه هيعيره، هيخليه في قائمه نادي الزمالك. والفتره اللي جايه دي فيها اثبات للذات للعيبه كتيره جدا، علشان نادي الزمالك يقدر يستقر ان اللعيبه دي هتقدر تدي نادي الزمالك في الفتره القادمه ولا لا. ايضا يا جماعه من ضمن اخبار نادي الزمالك، كلنا شفنا بالامس مصطفى شلبي والكابتن احمد مجدي، ده المدرب العام يا جماعه، يعني بنشوفه طول المباراه بيتكلم مع مستر جوزيه جوميز وبتشاوره في تفاصيل اللقاء، الخطه واللعب وكل التفاصيل. الكابتن احمد مجدي كان بيدي تعليمات لمصطفى شلبي، مصطفى شلبي يزعق له وشوح له، مش عارف الحقيقه هو فاكر نفسه يعني ميسي او رونالدو. يعني يا ريت، انا يعني بنقل برضو كتير او الغالب من معظم جماهير نادي الزمالك غير مقتنعه على المره باداء مصطفى شلبي. يا ريت يكون اول الراحلين او اول المعارين. اخش معاكم برضو يا جماعه على خبر يخص محمود علاء. خلاص بقى لاعب نادي الزمالك السابق تعاقد مع نادي السواحلي الليبي لمدة موسم. في الحقيقة يا جماعة يعني برضو نتذكر الخير للكابتن محمود علاء، كان في فترة من الفترات هو هداف الدوري الممتاز، كونه مدافع كان متخصص في ضربات الجزاء واهداف كتيرة بالراس. ايضا احرز بطولات كتيرة جدا مع نادي الزمالك، سواء كونفدرالية سواء بطولات الدوري الاخيرة، البطولتين اللي ورا بعض. ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل، كان يعني مشاكل كتيرة جدا في الفترة الأخيرة مع نادي الزمالك، مش قادر يدي لنادي الزمالك. يعني احنا ولا هنجيب العيب عليه ولا مثلا العيب على الإدارة ولا المجلس، بالعكس. أنا بعتبر إن محمود علاء كمان كمدافع، أكتر مدافع في تاريخ مصر أو في تاريخ نادي الزمالك أحرز أهداف. لاعب كبير يا جماعة، وأنا على المستوى الشخصي بقول له ربنا يوفقك.
وان شاء الله يعني يا رب نشوفك تاني في نادي الزمالك، بس يعني يكون كل المشاكل اللي مر بيها تعدي على خير. بيسألوا يا جماعة مستر جوزيه جوميز بعد لقاء بالأمس ايه هي الصفقات الجديدة لنادي الزمالك؟ قال لهم انا ما قلتش عن اي صفقات، ومن الوارد ان انا اكمل بنفس الفريق. الراجل يا جماعة بيعفي نفسه من صداع كبير جدا، لان عارف ان هو لو اتكلم ممكن يغلط، فقال لك لا اخرج انا من الموضوع ده دلوقتي. لكن طبعا كان رد غير مناسب، على الاقل كان يقول ايوه في صفقات بس لسه منتظرين، لسه يعني يقول اي كلام منطقي. لكن طبعا هو كده بيهجص. اكيد طبعا في صفقات سواء من الدوري المصري او كمان بعض الصفقات من خارج مصر. نادي الزمالك اكيد محتاج، وبالتاكيد دي معلومات مؤكده، هيجيب صفقات ان شاء الله نظرا لنواقص كتيره جدا في الفريق. اخش معاكم يا جماعه برضو على اخبار تخص محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك. عواد يا جماعه يعني مش همه غير الفلوس. كل ما الوقت بيمر بيوصل لطريق مسدود اكتر واكتر مع نادي الزمالك. مصمم برضو على نفس مطالبه اللي هي ما تقلش عن 16 مليون جنيه في الموسم، بدون نسب مشاركة، صافية الضرائب. ويقال ان هو دخل في مفاوضات مع بيراميدز. يا اخي والله لو رحت بيراميدز انا اول واحد هقول لك مليون مبروك يا عواد. يعني نادي الزمالك مش هيحط صباعه تحت ضرسك يا عواد. اكيد نادي الزمالك في دماغه اكتر من حارس في حالة رحيل عواد. كمان يا جماعة معانا خبر عن يعني حمزة المسلوسي مش هيلعب المباراة القادمة امام بيراميدز، بجانب كمان احتمالية دونجا اللي هو خرج مصاب. يعني تأكد خلاص عدم لعب حمزة المسلوسي نظرا لتراكم الانذارات. ربنا يستر. اكيد طبعا هيبقى ماتش صعب، وليا هنا معاكم وقفة كده صغيرة يعني تحليلا للاحداث. هتلاقوا دلوقتي بعض جماهير نادي الزمالك هتقول لك ايه؟ احنا عايزين مثلا بيراميدز يكسب الاهلي، مش عايزين الاهلي هو اللي ياخد الدوري. اللي هو في ماتش النهارده يوم الاثنين ناس تانية تقول لك خلي بالك لو بيراميدز كسب الدوري هيبقى مطالب ان هو لازم يكسب نادي الزمالك، يعني هيلاعبنا بروح عالية جدا جدا. وساعتها احنا بقى كجماهير نادي الزمالك دمنا هيتحرق. فمطالب يعني ان احنا لا مش هنتمنى فوز نادي بيراميدز وهنشجع النادي الاهلي. في الحقيقة ما بين هذا وذاك احنا في النهاية كنادي الزمالك يهمنا في المقام الاول بالتأكيد مصلحة نادي الزمالك. انا عايزه يفوز بكل المباريات. ما بحبش طبعا فريقي وهو بيتغلب، ده ضد يعني على مصلحة اي فريق، ملوش علاقة بمباراة الاهلي وبيراميدز. ميدو يا جماعة بيقول اتمنى ان الزمالك يجيب مهاجم محلي ويكون شادي حسين اللي هو لاعب نادي زد وكان لاعب الاهلي السابق، لان هو متألق الفترة الاخيرة مع نادي زد. ده طبعا يعني رأي يخص الكابتن ميدو بعينه بقى وبإحساسه كمدرب قبل كده. الله اعلم الرأي ده مصيب ولا لا. انا شايف ان هو مهاجم عادي جدا، مش مهاجم برضه سوبر. ايضا من ضمن اخبارنا عن نادي الزمالك ان الكابتن حسين لبيب يتفاوض بشكل رسمي مع الحاج محمد ابو العينين مالك نادي سيراميكا لانهاء التعاقد مع احمد رمضان بيكهام. اعتقد ان احمد رمضان بيكهام يعني الغالبيه العظمى من المحللين والنقاد يشيدوا بادائه ان هو لاعب جيد يقدر يفيد نادي الزمالك ان شاء الله رب العالمين في المرحله القادمه. ايضا يا جماعه من المقربين لمجلس اداره نادي الزمالك بينصحوه محاوله التعاقد مع صديق اجولا لاعب نادي سيراميكا لان عنده 23 سنه وانضم لمنتخب نيجيريا. واللاعب في الحقيقه بيقدم مستويات جيده جدا جدا، يعني انا شايفه من اهم اللاعبين في الدوري. ولكن يعني مسؤولين سيراميكا اعلنوا مبكرا عدم اي نيه لبيع اللاعب. ما هو كده هيبوظ الفريق لان ده اهم لاعب في الفريق. ايضا يا جماعه من ضمن الاخبار ان سياده اللواء اشرف نصار
رئيس النادي البنك الاهلي بيحاول يتعاقد او يجدد التعاقد مع اسحاق يعقوبه، لان شايف ان عليه طلب من نادي الزمالك واكتر من نادي، بحيث ان هو يستفيد يعني بقيمه ماديه، لان اللاعب خلاص بقى فري. هنشوف طبعا ده، خلي بالكم لو تم ونادي الزمالك حاول يخطف اللاعب هيلاقي فيه معاناه كبيره جدا. علشان كده بيبقى مهم جدا في الفتره دي يا جماعه ان انا على قد ما اقدر احاول يعني اثبت الاتفاقات مع اللاعبين. لو قدرت كمان يعني ادفع مقدمات للتعاقد حتى لو مش بشكل رسمي، بثبتها مع اللاعب وبقدم له تعاقدات، بحيث ان اللاعب لو مضى مع سيادة اللواء اشرف نصار رئيس البنك الاهلي هتبقى في صعوبة مالية كبيرة جدا ان الزمالك يتعاقد معاه، وخصوصا ان الزمالك بيمر بازمات مالية كبيرة. ايضا يا جماعه بالنسبه لاوباما، شويه نشوف مجلس الاداره يقول لا انا هجدد لاوباما، شويه تارة نقول لا تانية انا اوباما مستواه في ارتفاع. شفناه امبارح في ماتش الداخليه، هو اللي احرز الهدفين للنادي الزمالك. نشيط متحرك، بقى يباصي يعمل اسيستات يحرز اهداف مع مرور المباريات يا جماعه. ويمكن انا قلت لكم الكلام ده في احدى حلقاتي، هتلاقوا اوباما مستواه بيرتفع. هل نشوف تجديد لاوباما في الفتره اللي جايه مع نادي الزمالك؟ احتماليه تجديده بتكبر مباراه بعد الاخرى، ده برضو هتجيب عنه مجلس الاداره في الفتره القادمه. اخش معاكم بقى على اهم خبرين معايا. خبر عمر الساعي، بالفعل يا جماعه بالامس وقع عمر الساعي عقود رغبه، لسه لم ينتهي الزمالك مع نادي الاسماعيلي. لكن طبعا ده خبر مفرح جدا ان انت وقعت مع اللاعب عقود رغبه، يعني ليك الافضليه في شراء اللاعب في منزل شيكابالا. حتى طلع علينا الكابتن احمد حسن وطلع وقال نفس الكلام. ان شاء الله بقى ربنا يكمل الصفقه على خير، وخصوصا ان نادي الاسماعيلي مغالي في طلباته بالنسبه لعمر الساعي، نظرا للحاله الماديه الكبيره اللي بيمر بيها، الحاله الماديه السيئه اللي بيمر بيها نادي الاسماعيلي، وهي دي مواهبه. يعني هو بيبيع كل سنه، بيبقى عنده كده كريزه او اتنين يقدر يعني يقوي بيها مشاكله الماديه ويحل بيها بعض مشاكله الماديه. نتمنى كل الخير. لكن خبر سعيد جدا جدا، يعني كده بيقترب اللاعب من نادي الزمالك ان شاء الله رب العالمين. ايضا يا جماعه من ضمن اخبارنا اقتراب وصول بن شرقي للقاهره. طبعا مهم جدا جدا مركز بن شرقي، ولكن احنا بننبه بن شرقي يا جماعه زي لعيبه كتيره جدا لسه بنتكلم، موضوع الفلوس مهم عنده. يعني هيبقى فيه مقدم تعاقد، اكيد نادي الزمالك بيحاول يجهز له مقدم التعاقد. هيشوفوا بقى لسه ما اعلنوش عن مقدم التعاقد قد ايه، ولكن اكيد في اتفاقات. اول ما هنعرف اي تفاصيل جديده هنقول لكم. فمهم جدا جدا ان انت تحجز بن شرقي، لان لو اي نادي تاني جهز له مقدم التعاقد وارد ما تلاقيش معاك بن شرقي. الفلوس يا جماعه بتقوي القلب وبتزغلل العين. في النهايه دي كانت كل اخباري مع حضراتكم النهارده. ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.